السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي خواتاتي في فيديو جديد على قناتكم بروف أيوب. نتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال. إذا في هذا الفيديو هذا غنهضروا إن شاء الله على المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، الاختصار ديالو لسبيت. إذا غادي نعرفوا عليه كاع المعلومات إن شاء الله في هذا الفيديو، بقاو معنا ما تمشيو فين. اذا قبل ما نبدا الفيديو، اول مره كنطلبكم كنقول لكم على انكم ديروا الاشتراك، تفعلوا الجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو. وبطبيعه الحال الا عجبك الفيديو دير شي لايك وشي كومونتير يكون زوين، غير باش تحفزوني على انني نزيد في الاستمراريه ونزيد في العطاء. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله كيف ما قلت لكم غادي نهضروا على المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيات الصحه، اللي الاختصار ديالو هو اسبيت. المعنى ديالها هو انستيتوت سوبيريور دي بروفيسيون دي انفيرميير اي دي تكنيك دو سونتي. يعني هذا الفيديو هذا كيدور كله على هذا المعهد هذا، المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيات الصحه. اذا اول نقطه كيف ما كنديروها في كاع الفيديوهات، غادي نبداو اولا بالتعريف بالمعهد، ثم غادي نتجهوا اننا نعطيو الشروط الولوج، باعتبار ان هذا المعهد من المعاهد اللي عندهم واحد الاستقطاب محدود. غادي نشوفوا ايضا التخصصات اللي كاينين في المعهد بطبيعه الحال، واخيرا الافاق المهنيه. بالنسبة للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة، فراه كيتعتبر من المعاهد التابعة للدولة، يعني ما كتخلص والو، وتابع أيضا لوزارة الصحة. زيادة على ذلك، فراه النظام الدراسي في المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة لسبيت كتقرا لمدة 3 سنوات، كيتحصل فيها الطالب على الإجازة في التمريض في إحدى التخصصات اللي غادي نهضروا عليهم إن شاء الله. وبالنسبة لشروط الولوج للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة اللي سبيت، غادي نشوفوا أن البكالوريا يعني ديال العام اللي فات وهذا العام هذا 2022 2023، يعني إلا كانت عندك بكالوريا 2021 فراه ما عندكش الحق أنك تدفع عليه. غادي نشوفوا أيضا أن النوع البكالوريا يعني على حسب التخصصات، يعني مثلا كاين تخصصات كيطلبوا الآداب، كاين تخصصات كيطلبوا العلوم، يعني على حسب التخصصات اللي كاينين. وكذلك بطبيعة الحال النجاح في الانتقال الأولي اللي كيخليك أنك دوز الامتحان الكتابي والشفوي. بالنسبة للمعهد اللي سبيت راه فيه بزاف ديال التخصصات، بزاف بزاف. يعني غادي نحاول نعطيكم غير بعض التخصصات المهمين واللي كيمشيو ليهم بزاف ديال الناس. وبالنسبة للتخصصات اللي كاينين، غادي نشوفوا ممرض التخدير والإنعاش، غادي نشوفوا أيضا ممرض متعدد التخصصات يعني بوليفالون، غادي نشوفوا أيضا مقوم بصر، كاين ايضا مصحح النطق، كاين ايضا مساعد اجتماعي واللي يمكن للادبيين انهم يدفعوا له التخصص ايضا، وحتى التخصص ديال مصحح النطق ممكن يدفعوا ليه، وكاين نفساني حركي. وبالنسبه للافاق المهنيه، فبطبيعه الحال غادي تكون ممرض في احدى التخصصات اللي قلنا. غير قلبوا راه كاينين تخصصات اخرين. اللي بغيت نقول لكم ان هذه المهنه هذه شريفه وصعيبه بزاف، ونتمنى اي واحد يدخل يخدم بالقلب ديالو، وغيكون عنده اجر كبير عند الله عز وجل. فوصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا، وبالتوفيق لكم ان شاء الله في مساركم الدراسي. الله يسهل عليكم يا ربي والله يعاونكم. تهلاو.